السلام عليكم ورحمة الله. حاجة بتحصل لنا كلنا في عز العزومات أو بعد أكلة محترمة. ليه مهما كانت بطنك مليانة وعينك هتطلع من الشبع برضه بتلاقي نفسك بتدور على الختمة الحلوة أو الحاجة الحلوة. إحساس غريب كده، كأن في مكان سحري في بطنك مخصص للحلويات بس، حتى لو حسيت انك مش قادر تاخد نفس من كتر الاكل. هل دي مجرد عادة ولا ده في حكمة بيولوجية خفية جسمنا بيحاول يقولها لنا؟ ايه اللي بيخلي البسبوسة دي ليها سحر خاص بعد طبق المكرونة بالبشاميل؟ وهل الموضوع ده ليه علاقة بكيمياء المخ ولا بتربيتنا ولا يمكن بتاريخ البشرية كله؟ جهز كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا كويس عشان نكتشف السر الغريب ورا عشقنا للتحلية بعد الاكل. يلا بينا نفهم الحكاية ونفك اللغز ده. بص يا سيدي، في كام حاجة بتحصل جوه جسمك ومخك ممكن تفسر الإحساس ده. لعبة السكر في الدم وهرمون السعادة، السيروتونين لما بتاكل وجبة خصوصا لو فيها نشويات كتير، رز مكرونة عيش، مستوى السكر والجلوكوز في دمك بيعلى. البنكرياس بتاعك بيطلع هرمون الأنسولين عشان يساعد الخلايا تاخد الجلوكوز ده وتستفيد منه كطاقة. احيانا خصوصا لو الوجبه كانت مليانه كربوهيدرات بسيطه او سكريات سريعه الامتصاص، سكر الدم ممكن يعلى بسرعه وبعدين ينزل بسرعه، وده يخليك تحس انك محتاج شحنه سريعه من الطاقه، يعني نفسك تروح لحاجه مسكره. الاهم من كده ان الكربوهيدرات ومنها السكر بتساعد حمض اميني اسمه التريبتوفان ان يدخل المخ بكميه اكبر. التريبتوفان ده هو الماده الخام اللي المخ بيصنع منها السيروتونين، والسيروتونين ده بقى هو هرمون السعادة أو هرمون المزاج الحلو، بيخليك تحس بالرضا والانبساط والاسترخاء. فممكن تكون رغبتك في الحلو بعد الأكل دي طريقة لا واعية من مخك إنه يزود السيروتونين، فتحس إنك مبسوط ومرتاح بعد الوجبة، كأن الحلو ده هو المكافأة اللي بتختم بيها رحلة الأكل بتاعتك. 2. حكاية معدة الحلويات أو الشبع النوعي، دي بقى حتة علمية لذيذة قوي. أكيد كلنا جربنا الإحساس ده، تبقى خلاص شبعت من الاكل الحادق ومش قادر تاكل لقمه زياده من الفراخ او الملوخيه، بس لو حد جاب لك طبق ام علي او ايس كريم فجاه تلاقي مكان ظهر للحلويات. العلماء بيقولوا ان احساسنا بالشبع بيكون نوعي او متخصص للحواس اللي استقبلناها من الاكل اللي لسه واكلينه. يعني حاسه التذوق والشم عندك ممكن تكون زهقت او اكتفت من الطعم الحادق والملمس بتاع الاكل الرئيسي، بس لسه عندها استعداد تستقبل طعم وملمس وريحة جديدة ومختلفة زي بتاعة الحلويات. كأن مخك بيقول أنا خلاص استكفيت من الحوادق دي، بس لو في حاجة حلوة بطعم مختلف أنا لسه عندي ليها مكان. التغيير في النكهة ده بينشط رغبتنا في الأكل تاني، بس للنوع الجديد ده بس. تالت حاجة، تنظيف سقف الحلق وإنهاء الوجبة. ساعات بعد كل أكلة فيها توابل كتير أو طعمها قوي زي أكلة سمك أو حاجة حراقة بيفضل الطعم ده معلق في بقك. قطعة حلوى صغيرة ممكن تشتغل زي منظف لسقف الحلق وتغير الطعم ده لطعم تاني أحلى ومريح أكتر. غير كده عملية إنك تاكل حاجة حلوة في الآخر ممكن تكون مجرد إحساس نفسي بإن الوجبة كده اكتملت واتقفلت صح، زي ما يكون الحلو ده هو الختم الرسمي للوجبة. مش كل حاجة بتبقى كيمياء وهرمونات بس، عاداتنا وتربيتنا ليها دور كبير جدا. 1. قوة العادة أو الارتباط الشرطي. لو أنت من صغرك متعود إن بعد كل غدا أو عشاء لازم تاكل حاجة حلوة، مخك خلاص اتبرمج على كده. نهاية الأكل الرئيسي بقت إشارة أو منبه لمخك إن يلا بينا على الحلو. ده اللي بيسموه في علم النفس الارتباط الشرطي. يعني ممكن لعابك يسيل على الحلو بمجرد ما تخلص طبقك الرئيسي. ما احنا طول عمرنا بنعمل كده، بعد الغدا لازم نحلي. الجملة دي لوحدها بتلخص قوة العادة. نظام المكافأة والدوبامين. الحلويات وخصوصا السكريات بتنشط نظام المكافأة في المخ، وده بيخليه يفرز مادة اسمها الدوبامين. الدوبامين ده مرتبط بالإحساس باللذة والمتعة والتحفيز، فلما بتاكل حاجة حلوة وتعجبك مخك بيربط بين الحلو وبين الإحساس الجميل ده، فبتبقى نفسك في الحلو عشان تحس بالمتعة دي تاني، كأنها مكافأة بتديها لنفسك بعد مجهود الأكل، خصوصا لو الاكل ما كانش عاجبك قوي. التقاليد الاجتماعيه والثقافيه. في ثقافات كتيره ومنها ثقافتنا المصريه طبعا تقديم الحلويات بعد الاكل ده جزء اساسي من كرم الضيافه والعزومات والمناسبات السعيده. لازم نحلي بق الضيوف. ده بيعزز عندنا فكره ان الحلو ده جزء لا يتجزأ من الوجبه الكامله وبيخلينا نتوقعه ونطلبه. الاكل العاطفي وتنظيم المزاج. زي ما قلنا على السيروتونين، الحلويات ممكن تحسن مزاجنا بشكل مؤقت،
فلو الواحد متضايق او زهقان او حاسس بملل بعد الاكل، ممكن يلجأ لحاجة حلوة كنوع من الطبطبة او الدلع اللي يحسن بيه موده. في حتة ممكن تكون جاية من بعيد شوية. أجدادنا القدام اللي كانوا عايشين في عصور ما قبل التاريخ كانت السعرات الحرارية بالنسبة ليهم عملة نادرة، خصوصا اللي جاية من السكر زي الفاكهة الناضجة. السكر كان مصدر طاقة سريع ومهم للبقاء، فممكن يكون اتطور عندنا ميل طبيعي للطعم الحلو، عشان ده كان بيوجه أجدادنا للأكل اللي فيه طاقة عالية ويساعدهم يعيشوا. النهاردة الأكل بقى متوفر حوالينا في كل حتة، وما بقيناش محتاجين ندور على السعرات الحرارية بنفس الشكل. بس ممكن تكون البرمجة القديمة دي لسه ليها تأثير بسيط جوانا. مخك ممكن يشوف حاجة حلوة ويقول اوبا، طاقة سريعة اهي، خدها بسرعة حتى لو انت مش محتاجها فعلا. بعد كل الكلام ده، هل معنى كده اننا نستسلم لرغبتنا في الحلو بعد الاكل على طول؟ طبعا لا. الافراط في السكريات ليه مشاكله الصحية المعروفة. الفكرة انك تكون واعي انت بتاكل ليه. هل انت فعلا نفسك في حاجة حلوة عشان تكمل احساس الشبع النوعي، ولا دي مجرد عادة، ولا يمكن بتاكل عشان متضايق؟ لو نفسك في الحلو قوي، ممكن تختار بدايل صحية اكتر زي الفاكهة او حتة شوكولاتة غامقة صغيرة او زبادي بالعسل. ومهم قوي ناكل بوعي، يعني نستمتع بكل قطمة من الاكل الرئيسي، وندي لجسمنا فرصة يحس بالشبع قبل ما نقرر اذا كنا فعلا محتاجين نحلي ولا لا. عشان نلخص الموضوع ونقول ليه بنحب نحلي بعد الاكل، زي ما شفنا الموضوع ده كوكتيل من كذا حاجة. جسمك بيقولك عايز دفعة سيروتونين عشان المزاج يتظبط وعايز يجرب طعم جديد مختلف عن اللي لسه واكله، الشبع النوعي. مخك وعاداتك بتقولك احنا اتعودنا على كده، الحلو ده مكافأة ومتعة وجزء من التقاليد. ويمكن حتة صغيرة من جينات اجدادك بتقولك سكر طاقة هاتها. فما تستغربش المرة الجاية لما تلاقي نفسك قايم من على الأكل وبتدور بعينك على أي حاجة مسكرة. دي طبيعة بشرية جدا ومفهومة. المهم بس إننا نتعامل معاها بذكاء، ونخلي التحلية دي متعة حقيقية بين الحين والآخر، مش عادة يومية تضر بصحتنا. يعني حل براحتك بس برضو بالهداوة على صحتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.